بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم البنات في قناتكم قناة إسلام للطبخ، كما عودتكم بالوصفات السهلة والاقتصادية. اليوم رايحين نعملوا مع بعضنا معسلة رمضانية بمكونات بسيطة جدا متواجدة في كل بيت، مذاقها كما تاع الزلابية، بزاف بنينة سهلة، كل وحدة منكم تقدر تخدمها، خاصة المبتدئات، تتقرمش من برا ومعسلة حتى القلب تاعها. وكما عودتكم في وصفاتي نعطيكم الأسرار النجاح تاعها، خاصة هذه المعسلة باه ما تنحلكمش في الزيت. كاين أسرار لازم نتبعوها وما فيهاش لا بيض لا خميرة. تبعوني البنات في هذه الوصفة، وإن شاء الله طلعوا لي الفيديو هذا لأكبر مشاهدة بإذن الله، بتطلع القناة تاعي بفضلكم، آمين رب العالمين. هيا البنات ندخلوا في الوصفة مباشرة وما نطولش عليكم، نبداو على بركة الله. في العجينة نحتاجو 4 كاس زيت، وكاس ماء بحرارة المطبخ، وكاس فرينة، و4 كاس سميد رطب، وأكد سميد رطب، وكيس تاع فاني، ومغرف تاع العسل. هذه العسل اللي كنت خدمتها معاكم في القناة البنات. نجيبو كاسرونة نحطو فيها كاس تاع الماء و4 كاس تاع الزيت ورشة تاع الملح، ونحطو مغرف كبيرة تاع العسل، نخلطو مليح ونحطو هذا الخليط فوق النار ونخلوه حتى يوصل درجة الغليان، وأكد حتى يوصل درجة الغليان. من بعد ما غلى الخليط نزلو من النار، نضيف له كيس تاع الفاني، ونزيد له الكاس تاع الفرينة و4 كاس تاع السميد، ونحرك بسرعة. لاحظوا راني نحرك بسرعة. في هذه المرحلة لازم تكونوا تحركوا بسرعة حتى تنفصل العجينة من الإناء. شوفوا كيفاه نحرك، راني نحرك وبالطريقة تاع شغل نحرك ونقص في العجينة. هذه الطريقة نستعملها أنا في عجينة الشو. لاحظوا البنات بهذه الطريقة حتى تتلم العجينة. شوفوا البنات هذا هو القوام المطلوب، راهي مازالت سخونة بس نقدروا نمسكوها باليد. نجيب مباشرة بلاطو اللي راح نحط فيه العجينة ندهنه بالزيت مليح، ونبدا نشكل في العجينة. انا جبت هذا الطابع وخيرت الشكل اللي يكون السمك تاعو ولا الارتفاع تاعو مش عالي، بما تبقاليش المعسلة لداخل معجنة كي نقلاها. وانتم انا كما عندكمش الطابع تقدروا تشكلوه مقروضات، تشكلوا الشكل اللي يعجبكم، لكن شرط يكون الارتفاع تاعو ما يكونش عالي، 1 سنتيمتر حتى 1 سنتيمتر ونص، لان هذه العجينة ما فيهاش الخميرة ومش راح تطلع، ولا كان درتو السمك تاعها عالي راح تجيكم معجنة لداخل. شوفوا البنات بعد ما كملت العجينة كامل وشكلتها، لازم نحطوا هذه العجينة ترتاح في الفريجيدار على الأقل ساعة ساعة ونص. أنا خليتها ساعة ونص. وكاين شكل آخر درتو، هذا البنت الصغيرة طلبا منها، قالت لي يا ماما ديري لي زلابية البنان، وانا ما عنديش المول تاعها، قلت نعملهم لها والعمال على ربي. والسر في هذا المعسلة باه تجيكم من داخل المعسلة وما هيش معجنة وما تتفتح لكمش في القلي، لازم تخلوها ترتاح في الفريجيدار، واكد لازم تخلوها ترتاح على الاقل ساعة. انا هنا راهي ارتاحت مدة ساعة ونص. نحضر العسل. شوفوا البنات هذا العسل اللي كنت حضرته معاكم في القناة راهو ناجح 100%، لا يتسكر طعمه تاعو ما شاء الله. نسخن الزيت، ولازم تكون كمية الزيت تغطي المعسلة، هذا شرط من الشروط. ويكون الزيت سخناه مليح يكون يغلي، ومن بعد كي نحطوا المعسلة نقصوله نرجعوه متوسط، النار تكون متوسطة،
وما نحطوش كمية كبيرة من العجينة اللي نقلو فيها باش ما تتراكمش على بعضها وتبرد الزيت. لاحظوا البنات، هذا هو اللون اللي حبتونا. ما تخلوش النار قاوية، راهي رايحة طيب لكم المعسلة من برا ومن داخل تبقى معجنة، ما يوصل لهاش النار. مباشرة بعد ما نقليها وهي سخونة مباشرة للعسل. البنات انا هذه المقلة نستعملها غير المعسلات، حتى نتوما اذا عندكم مقلة شوية قديمة استعملوها للقلي تاع المعسلات ولا البوراك، خاطر كون تجيبوا وحدة جديدة راح تفزد ليكم. والانسان لازم يحافظ شوية على الاواني تاعو في هذا الغلاء. لاحظوا البنات، راني نخلي المعسلة تتعسل مدة دقيقتين حتى نقلي الكمية الاخرى، ومن بعد نقطرها في كسكاس. لاحظوا البنات، راني نقطرها وراني نكمل بنفس الطريقة اللي قليت بها الخطرة الاولى. واكد البنات انتوما استعملوا مقلاة تكون شوية صغيرة ولا اناء بما يهزلكمش الزيت بزاف. ومباشرة للعسل، العسل يكون بارد وما كانش فيه حتى اضافة. واكد ما تضيفوا له والو، كون تضيفوا له مثلا ماء الزهر راهي رايحه تطرى لكم المعسله، ما تجيكمش تتقرمش من برا. نكمل انا الكميه بنفس الطريقه. البنات اللي وصلت للمرحله هذه يتفرج في الفيديو وما عملتليش اللايك وتفعيل الجرس، نتمنى تعملهم فضلا وليس امرا، وان شاء الله طلعوا لي الفيديو هذا لاكبر عدد من المشاهده قبل رمضان بحول الله تعالى. على قد ما قاعده نتعب في الوصفات ونعطيكم في الاسرار النجاح تاعها، ان شاء الله تاني نتوما ما تبخلونيش بالجام تاعكم باه تطلعوا لي الفيديو لاكبر عدد مشاهده. راني نكمل في بقيه المعسله، هذه هي الكميه الاخيره. ها هي البنات، هذه هي الكل الكميه، عطتني كميه ما شاء الله، وراح نقدموها وبالصحة والهنا. البنات راح نعاود معاكم كامل نصائح من الاول حتى الاخر باش تنجح معاكم هذه المعسلة. اول حاجة لازم تحركوا الخليط بمغرف تاع الحطب باش تساعدكم في التحريك. تاني حاجة تشكلوا العجينة وهي مازالت سخونة. ثالث حاجة تشكلوا الاشكال، الارتفاع تاعهم ما يكونش عالي، بين 1 و1.5 سنتيمتر. وتحطوا العجينة بعد ما تشكلت في الثلاجة مدة ساعة إلى ساعة ونص. وفي القلي تسخنوا الزيت إلى درجة الغليان، وأثناء القلي تنقصوا له درجة متوسطة. ومن بعد ما تقلوا المعسلة مباشرة إلى العسل، والعسل يكون بارد وما فيه إضافات، وأكد ما يكونش فيه إضافات. وإن شاء الله تنجحوا في هذه المعسلة وتردوا لي الخبر بإذن الله تعالى. اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين.